فيلمنا بيبدأ مع لولي وهي بتحكي قصتها وبتقول إنها أخيرا حققت حلمها إنها تكون طبيبة، وبتفتكر ذكرياتها وهي صغيرة لما كانوا المدرسين بيسألوا الأطفال عن أحلامهم، وساعتها لولي بترد بكل ثقة وبتقول إنها عايزة تكون طبيبة جراحة، وده لأنها عايزة تساعد الناس وتخلي أهلها فخورين بيها. وساعتها بتتريق عليها واحدة من صحابها وبتقول لها إن والدها ميت أصلا ووالدتها بتطبخ أكل للفقراء، لكن لولي ما بتهتمش لكلام أي حد حواليها على الرغم من الإحباط اللي بتحسه، إلا إنها اجتهدت وحققت حلمها. وبتبدأ القصة مع لولي وهي رايحة حفلة مع دييجو حبيبها، وبيبقى دييجو بيحاول يتكلم معاها في موضوع مهم، لكن لولي بتكون مبسوطه جدا وعايزه تحتفل بدخولها الكليه، وبتفضل ترقص وتغني، وبعدها بتطلب اكل ومش مهتمه بدييجو اللي بيبقى مستنيها تركز معاه عشان يتكلم، ولما بيزهق منها بيقاطعها وبيقول لها انه عايز يسيب الكليه، فبتتضايق لولي منه وبتقول له انه من ساعه ما رجع من كندا وهو بيقول انه هيسيب الكليه، وبتساله لو عايز يرجع يعيش مع والدته في كندا، فبيقول لها ان اصلا والدته عايزاه يكمل في الكليه، وساعتها بتقاطعه لولي تاني وبتبقى بتفكر هتاكل ايه، وفجاه بيحس دييجو بألم في رجله، بس لولي ما بتهتمش على الرغم من انها هتبقى دكتوره، وبتفضل تفكر هتاكل ايه برضه، فبيتضايق دييجو جدا وبيقول لها انه هيروح الحمام، وبتيجي صاحبه لولي المقربه واللي اسمها ستيفاني، واللي بتخلي لولي تبص على دييجو اللي بيكون واقف بيتكلم مع الدكتوره بتاعتهم في الجامعه اللي اسمها باولا، فبتغير لولي جدا وبتطلب الاكل وبتفضل قاعده مستنياه، وبيجي دييجو وبتساله لولي وهي متعصبه لو هو فتح قلبه لباولا ولا لسه، فبيقول لها دييجو انها على الاقل بتقدر تسمعه، فبتتضايق لولي جدا وبتفضل تكلم دييجو بشكل وقح، وبتقول له انها زهقت من الدراما اللي هو فيها، وانه لو عايز يسيب الكليه يسيبها لانه ما يستاهلش يكون طبيب اصلا، وبيتجرح دييجو من كلامها وبيتاثر، فبتعتذر له لولي عن وقاحتها في الوقت اللي بتيجي فيه الدكتوره باولا واللي بتسالهم لو هم كويسين، وبتبقى لولي متعصبه منها جدا، وفجاه بيتنفس دييجو بصعوبه وبيسال لولي لو في جمبري في الاكل، فبتتوقع لولي انه عنده حساسيه من الجمبري وبيغمى على دييجو وبينقلوه للمستشفى، وفي عربيه الاسعاف بتساله لولي ليه ما قالهاش عن حساسيته من الجمبري، فبيقول لها دييجو انه قال لها 1000 مره، فبتضايق لولي من نفسها وبتحس قد ايه هي انانيه ومش مهتمه باللي حواليها، وبتعتذر له وبتقول له انهم ممكن يحتفلوا بمرور سنه على علاقتهم في اي مكان، فبيقول لها دييجو ان كل حاجه بينهم انتهت وبينفصل عنها، وبترجع لولي البيت وهي حزينه وبتنام متاخر، وبتصحيها والدتها على ميعاد الكليه وبتكون متاخره جدا، وبتحضر لها والدتها الاكل وبتسال ازاي دييجو انفصل عنها في عربيه الاسعاف، وبتقول لها ان مفيش حد بينسى حاجه زي الحساسيه، فبتقول لها لولي ان دييجو بيتكلم كتير وانها مش هتقدر تركز في كل كلامه، فبتتضايق والدتها منها وبتقول لها انها ما ربتهاش تكون قاسيه بالشكل ده، فبتقول لها لولي ان دي الحقيقه، وبتخرج بسرعه من البيت وبتكون متاخره جدا، وبتشوف جوليو صديقها من الطفوله وهو بيزق العربيه بتاعته، فبتعتذر له لولي لانها متاخره وبتجري ناحيه الاتوبيس واللي بتلحقه على اخر لحظه، وبتبقى لولي متحمسه جدا لاول يوم في الكليه، وفجاه بتدخل ست عجوزه للاتوبيس، وبتفضل لولي تدعي ان اي حد يقوم غيرها، وبيقوم واحد من القاعدين، وبتفرح لولي جدا لانها مش هتضطر تكمل طريقها وهي واقفه، وبتوصل لولي الكليه وبتغير جزمتها، وبتيجي ستيفاني صديقتها المقربه وبتقول لها لولي ان اكيد دييجو مش هيجي لانه ساب الكليه، وفجاه بتشوف ستيفاني دييجو وباولا وهما ماشيين مع بعض، فبتقول لولي انها ما تعتقدش انه ساب الكليه خالص، وبتشوفهم لولي وبتغير جدا وبتفضل ماشيه وراهم، وبتكون باولا هي الدكتوره المسؤوله عن تدريبهم، وبيبقى دييجو مع لولي في نفس التدريب، وبتحاول لولي تتجاهله طول الوقت، وبيروحوا اول تدريب واللي فيه بيتفرجوا على عمليه جراحيه، وهناك بتفضل باولا توجه كل كلامها لدييجو وبيبقى باين انها معجبه بيه، وبتبقى لولي مش مستحمله اللي بيحصل وغيرانه جدا، فبتحاول ستيفاني انها تهديها، وبعد كده بيدخلوا عياده فيها اكتر من مريض، وبتاخدهم باولا عند واحد من المرضى بتوعه عشان يعرفوا ازاي يتكلموا معاه، فبتسيبهم لولي وبتروح لمريض تاني بيتألم، وبيقول لها المريض انه حاسس بألم شديد في كليته، فبتروح لولي تجيب مسكن على هيئه حقنه، وبتشوفها باولا وبتسالها عن اللي بتعمله، فبتقول لها لولي ان المريض بيتألم وانها تديه مسكن، فبتسالها باولا لو هي شايفه نفسها بقت دكتوره خلاص، فبتتحرج لولي وما بتقدرش ترد، فبتاخد باولا ملف المريض وبتسالها لو تعرف هل هو عنده حساسيه من مسكن الالم اللي معاه ولا لا، فبترد لولي وهي مكسوفه انه لا، فبتقول لهم باولا ان اهم حاجه انهم يقروا ملف المريض كويس قبل ما يتخذوا اي اجراء معاه، وبتعتذر لولي عن تحمسها الزايد عن اللزوم، وبتفضل ساكته باقي التدريب، وبتقول لهم باولا عن الاعراض اللي بيعاني منها المريض اللي بيتألم وبيكون اسمه اوسكار، وبتقول الاعراض الناتجه عن ادمان الكحول زي عدم التناسق الحركي وخلل التوازن، وبتسالهم باولا عن التشخيص الصحيح لحالته، فبتجاوب لولي ودييجو في نفس الوقت وبيقولوا انها سكته دماغيه بسبب مشكله في المخيخ واللي بيكون مسؤول عن التوازن، وبتبقى اجابتهم صح، لكن لولي ما بتهتمش وبتفضل تتجاهل دييجو، وبعدها بيروحوا لغرفه الرنين المغناطيسي واللي هناك هيتاكدوا اذا كان فعلا المريض عنده سكته دماغيه ولا لا، وبيفضل لولي ودييجو مع بعض في اوضه الرنين المغناطيسي، وبيتوزع باقي المتدربين في اماكن تانية، وبتفضل دييجو ولولي يرخموا على بعض ويتسابقوا على مين هيتكلم مع المريض اوسكار الاول ومين هيطمنه اكتر، وبيسيبها دييجو وبيدخل لغرفه الشاشات، وبتبص لولي لاوسكار وبتحس انه شبه والدها، وبتقول له ان عينيه ونظرته شبه والدها، فبيبتسم لها اوسكار وبيطبطب عليها، وبتدخل لولي لغرفه الشاشات اللي هيتم فيها التصوير بالرنين المغناطيسي، وبيكون المريض معاه زر امان في ايده واللي يقدر يضغط عليه في اي وقت يحس فيه بالالم، وفجاه الكهرباء بتقطع والشاشات بتتعطل، وبيروح المسؤول عن التصوير ينادي على الاي تي عشان يصلح عطل الشاشه ويقول لهم ما يلمسوش اي حاجه، وبتقلق لولي جدا على المريض اوسكار وما بتهتمش بكلام المسؤول عن التصوير، وبتدخل تطمن عليه،
وبيجري ديجو وراها وبيحاول يمنعها، واول ما بيلمسوا هما الاثنين المريض بتحصل لهم صدمه بسبب الموجات المغناطيسيه اللي في الجهاز وبيغمى عليهم. ومن بعد الحادثه دي بتتغير حياه لولي تماما، وبتفوق لولي وبتلاقي صاحبتها ستيفاني جنبها وبتسالها لو اوسكار كويس، وبتعرف ان تشخيصها طلع صح وان عنده سكته دماغيه. وبعدها بتسالها لولي عن ديجو اللي بيكون بينهم ستاره، فبتقول لها ستيفاني ان باولا فضلت جنبه لحد ما فاق. فبتسالها لولي لو تفتكر انهم مرتبطين، فبتقول لها ستيفاني انه اكيد لا. وبعدها بتسمع لولي نفس صوت ستيفاني وهو بيقول عكس اجابتها الاولانيه وانهم اكيد مرتبطين. وبتبص لولي لستيفاني وهي مستغربه لانها ما بتكونش حركت شفايفها، وبتسالها لولي عن باولا وديجو، وبتسمع صوت ستيفاني تاني وهي بتقول لنفسها ان لولي صعبانه عليها وبتقول انها مش عايزه تكذب بس مش هتقدر تواجهها بالحقيقه. وما بتكونش ستيفاني حركت بقها خالص، وبتفضل لولي تبص لشفايفها وهي مش مصدقه اللي بيحصل. فبتضحك ستيفاني وبتسالها لو عايزه تبوسها ولا حاجه، وبتفهم لولي انها بقت بتقدر تقرا افكار الناس. وبتروح ستيفاني عشان تنادي على باولا وبتقول لها ان لولي فاق. واول ما ستيفاني بتقوم بتهرب لولي بسرعه وهي مصدومه من اللي بيحصل لها، وبتقابل صحابها طول ما هي ماشيه وبتفضل تسمع افكارهم. وبتهرب بسرعه من المستشفى كلها وبتركب الاتوبيس، وهناك كل ما تلمس حد بتسمع صوت افكاره، زي اللي بتبقى بتفكر في الاكل اللي هتطبخه، واللي بتبقى واقفه ونفسها تقعد لكن محدش بيقوم. وبتحس لولي انها تتجنن، وبتروح لجوليو صديقها واللي بيكون لاعب كره طايره، وبتفضل مستنياه لحد ما يخلص تدريبه. وبيبقى جوليو لاعب محترف جدا لكنه ما بيكونش اساسي في الفريق. وبعد التمرين بينادي عليه المدرب وبيقول انه عايزه في الفريق بتاعه، لكن جوليو بيقول ان ركبته مصابه وانه ممكن ما يقدرش يلعب. فبيقول له الكابتن انه هيخضع للفحص الطبي وبعدها هيقرر اذا كان هيدخل الفريق ولا لا. وبيروح جوليو لولي اللي بتكون مستنياه وبتقول له انه كان حلمه يلعب في الفريق ودلوقتي الفرصه قدامه وهو مش عايزها. فبيقول لها جوليو انه بس مصاب، بس لولي بتسمع افكاره وبتعرف انه خايف من الجمهور والناس الكتير اللي هتشوفه. فبتعيط وبتقول له انه بيكذب عليها وانه ما بيتألمش ولا حاجه وانها حاسه بيه. فبيحضنها جوليو وبيطبطب عليها وما بيكونش فاهم حاجه. وبيرجعوا مع بعض البيت، وفي الطريق بيقول لها جوليو ان مفيش حاجه اسمها قراءه الافكار، وانها اكيد لسه ما فاقتش من الصدمه اللي حصلت لها وانها محتاجه بس تستريح. وبيدخلوا مع بعض للبيت، وبتفضل والده لولي تعاتبها انها ما بتردش عليها، وبتقول لها انها خافت يكون حصل لها حاجه. وبتسمع لولي صوت افكار والدتها اللي بتقول لنفسها انها السبب في كل اللي لولي بتعاني منه، وان برودها وقساوتها وعدم اهتمامها باللي حواليها دي اخطائها هي مش اخطاء لولي. فبتحاول لولي تخفف على والدتها وبترد على كلامها كله وبتعتذر لها وبتقول لها انها احسن ام في الدنيا. وبتدخل لولي تاخد دش، وبيقعد جوليو مع والده لولي واللي بتقول له يرجع يرتبط بلولي تاني. فبيضحك جوليو وبيقول لها انهم كانوا اطفال لكن دلوقتي بنتها متسلطه وهو مش هيستحملها، وبيضحكوا. وبينادي جوليو على لولي وبيقول لها ان والدتها عايزاهم يرتبطوا من تاني وبيضحك. فبتساله لولي عن اللي يضحك في الموضوع، هل هو شايفها بارده وقاسيه وما عندهاش مشاعر؟ فبيخليها جوليو تهدى وبيقول لها انهم كبروا وكل واحد بقى عنده حياه مختلفه. وبتسمع لولي افكاره وهو بيقول انه اصلا مثل الجنس وانه بيحب الولاد مش البنات. وبتتصدم لولي وبتقول انها عرفت السبب، بس جوليو بيفضل ينكر ويقول لها انه مش مثلي. فبتقول له لولي يحلف انه مش مثلي كده، وبيبقى جوليو شاكك انها فعلا بتقرا الافكار. فبيفضل يعد في دماغه لحد 5 عشان لولي ما تقراش افكاره. فبتساله لولي لو هو بيعد دلوقتي لحد 5، فبيتصدم جوليو وبيسالها ازاي عرفت، وبيتاكد فعلا من قدرتها على قرايه افكار الناس، وبيترجاها انها ما تقولش لحد انه مثلي. فبتقول له لولي انه كمان يوعدها انه مش هيقول لحد انها بتقرا الافكار. وبتدخل ستيفاني عليهم، واللي اول ما لولي وجوليو بيشوفوها بيعترف كل واحد فيهم على التاني بكل سهوله. وبتتصدم ستيفاني من اللي بيتقال، وبيبقى صوتهم عالي. فبيقرروا انهم يخرجوا يتمشوا بره البيت ويتكلموا براحتهم. وبتبقى لولي متضايقه جدا وبتقول انها نفسها تبطل تقرا افكار الناس. فبتقول لها ستيفاني انها المفروض تستغل الموهبه بتاعتها وتعرف اذا كان ديجو فعلا بيحبها ولا لا، وهل باولا معجبه فعلا بديجو ولا لا. فبتقرر لولي انها تتاكد فعلا بنفسها. وفي تاني يوم في المستشفى بتلاقي ديجو بيتكلم معاها، وقبل ما تعتذر له عن الحادثه اللي حصلت له بتلاقيه بيتعامل معاها عادي وكانهم مش منفصلين. وبتفتكره سامحها وقرر انه يرجع لها، وبيقول لها انه بيحبها. وبتحاول لولي تقرا افكاره لكنها ما بتسمعش اي حاجه. فجاه بتنادي عليها باولا وبتقعد معاها لوحدها. فبتقرر لولي تستغل الموقف وتلمس ايدها عشان تعرف اللي بتفكر فيه. وبتفضل باولا تقول انها قلقانه على ديجو لانها عارفاه من وهو صغير، وده لانها كانت مساعده والده اللي بيشتغل جراح برضه. فبتقرا لولي افكارها وبتعرف انها بتعتبر ديجو زي ابنها وانه صعبان عليها بسبب والده اللي بيكون شخص صعب جدا. وبتقول كمان انه ما خدش اي نوع من الحب او الدعم في طفولته بسبب والده القاسي. وبتفرح لولي جدا بكلامها وبتتاكد انها بس بتعتبره زي ابنها. وفجاه بتقولها باولا ان ديجو فقد الذاكره بشكل مؤقت. فبتتصدم لولي وبتفهم انه مفكر انهم لسه مرتبطين. فبتسالها لولي عن اخر حاجه فاكرها، فبتقولها باولا انه مش فاكر الاحداث اللي حصلت في اخر كام يوم لكنها مش عارفه لحد امتى بالظبط. وبتتضايق لولي وما بتكونش عارفه ازاي تصارحه بالحقيقه. وبتتكلم مع صاحبتها ستيفاني فبتقول لها انها ما تقولش حاجه وتعيش اللحظه معاه. وبتطلب منها تقرا افكار زميلهم ريكارديو واللي بتكون ستيفاني معجبه بيه. فبترفض لولي وبتقول لها انها مش عايزه تتطفل على افكار الناس وان كل واحد من حقه يحتفظ بافكاره لنفسه. وبعدها بيروحوا مع دكتوره باولا للعياده الخارجيه واللي فيها بيكشفوا على مرضى غير اللي في المستشفى. وبتقدر لولي تعرف تشخيص كل الحالات. وبتبقى باولا وكل اصحاب لولي منبهرين بعبقريتها. وبيسالها ديجو ازاي قدرت تشخص المرضى بالسرعه دي. فبتقول له لولي ان عندها الحاسه السادسه وهي بتضحك. وبتبقى ستيفاني طول الوقت بتلمس ايد لولي لو عايزه تقول لها حاجه ومش عايزه حد يسمعها. وبتبقى لولي بقى خلاص مش قادره تستحمل قرايه افكار الناس اكتر من كده
كده وبتنهار عصبيا. فبتاخدها ستيفاني عند عرافه صاحبتها وبيوصلهم جوليو بالعربيه بتاعته، وبتمسك العرافه ايد لولي وبتسالها عن مشكلتها، فبتقول لها لولي انها بتقرا افكار الناس وبتفتكرها العرافه مجنونه وبتبقى بتقول كده في بالها. فبتسمع لولي افكارها وبتقول لها انها مش مجنونه، وبتفضل ترد على كل افكارها وبتتجنن العرافه وما بتكونش مصدقه. وبتعرف لولي ان الست دي نصابه وبتسيبها وبتمشي، وبتفضل العرافه تترجاها انها تشتغل معاها وانهم هيبقوا اغنى ناس في العالم. فبتسيبها لولي وهي متعصبه وبتقول لستيفاني ما تقترحش عليها حاجه تاني، وبتقول ان الوحيد اللي عايزه تقرا افكاره هو دييجو لكن الوحيد اللي مش عارفه تقراه. وبتتعطل عربيه جوليو وبيضطروا يزقوها معاه، وبينصح جوليو لولي انها تقول الحقيقه لدييجو احسن ما تحاول تقرا افكاره. وبالليل بيروحوا يسهروا مع بعض وبتشوف لولي دييجو وبتقف معاه، وبتروح ستيفاني تقعد مع ريكارديو اللي بتكون معجبه بيه، وبيتعرف جوليو عليه. وفي مطعم البار بتقترح لولي على دييجو انهم ياكلوا وانها مش هتجيب اي حاجه فيها جمبري. وفجاه بتيجي لدييجو افكار مشوهه عن اليوم اللي راح فيه المستشفى بسبب الحساسيه، لكنها ما بيكونش واضحه وما بيقدرش يفتكر حاجه. وبيقول لولي تيجي معاه لانه عامل لها مفاجاه، وبياخدها البيت وبيطبخ لها اكل بنفسه، وبيقول لها ان والده مسافر لمده اسبوع فبيقرروا يباتوا مع بعض. والصبح بيرجع والد دييجو من السفر وبيشوفهم مع بعض، وبيتعامل مع لولي بوقاحه وما بيهتمش بوجودها، وبيقف في اوضه النوم بتاعتهم وبيسال دييجو على حاجه، وبيخرجوا كلهم عشان يفطروا مع بعض. وبتبقى لولي معجبه جدا بوالد دييجو اللي بيكون مشهور جدا وشاطر، وبتقول له انها تبقى جراحه زيه وبتسلم عليه، لكنها بتسمع افكاره اللي بيقول فيها انها عمرها ما هتبقى جراحه. فبتقول له لولي انها عارفه دكتور باولا، وبتقول له انها دكتوره شاطره جدا لانها كانت بتشتغل معاه. فبيتريق والد دييجو وبيقول لها شاطره لدرجه انها لسه بتشتغل في مستشفى عام. فبتقول له لولي ان الفقراء محتاجين جراحين شاطرين زيه وزي باولا، وان الدكتور الشاطر مش حكر على الاغنياء بس. فبيقول لها والد دييجو ان اللي باولا بتعمله ده تضييع لوقتها، وده بيخلي دييجو يتخانق معاه وبيقول انه عنصري ومش هامه غير الفلوس، وانه لو فاكر انه هيشتغل معاه في المستشفى بتاعته فهو غلطان لان من حقه يختار المكان اللي هيشتغل فيه بنفسه. فبيقول له والده ان كل اللي زيه يحلموا انه يكون والدهم وانه ما يعرفش قيمته، وبيسيبه وبيمشي. وبتحاول لولي تهدي دييجو وبتفهم اللي بيتعرض له كل يوم من والده، وبتندم انها ما كانتش بتسمعه. وبيروحوا مع بعض المستشفى، وهناك بتلاقي لولي جوليو وهو بيعمل فحص على ركبته، وده لان ريكارديو قدر يقنعه انه ما يخافش من اي حاجه وانه يلعب الماتش من غير قلق. وبيعمل جوليو الفحص عشان يسلمه لاداره الفريق ويعرفوا انه سليم. وفجاه بينادي دييجو على لولي وبيقول لها ان اوسكار مريض جدا، وبتروح له لولي اوضته وبيقول لها ان نفسه يشوف ابنه ولو مره واحده بس، وبيبقى ممتنع عن الادويه بتاعته ومش راضي كمان يعمل العمليه. فبيقرر دييجو انه يروح لابنه وبياخد لولي معاه، وهناك بيحاولوا يقنع ابنه يزور والده المره واحده بس قبل ما يموت. فبيقول لهم انهم ما يعرفوش هو كان بيعمل ايه فيه، وان عمره ما حضر معاه اي حفلات تخرج او اجتماعات اولياء امور، وانه كان بيسيبه مستنيه بالساعات قدام المدرسه لوحده لانه بيبقى سكران ومش فاكر ابنه. بس دييجو بيقول له ان هو كمان حاسس كل اللي بيقوله لان والده هو كمان ما كانش مهتم بيه، لكن الفرق ان اوسكار والده عنده عذر وهو انه مدمن على الكحول، لكن والده طبيب وما عندوش اي اعذار غير انه فعلا مش مهتم بيه. وبيكمل دييجو وبيقول انه على الرغم من كل اللي والده عمله فيه الا انه لسه والده، وانه هيفضل مصدق انه بيحبه من قلبه. وبيقتنع ابن اوسكار وبيروح معاهم المستشفى وبيحقق امنيه والده وبيقنعه يعمل العمليه. وبترجع لولي البيت، وهناك بتقرر انها تعترف لوالدتها انها بتقرا الافكار، بس والدتها طبعا ما بتكونش مصدقها وبتختبرها. وبتفضل لولي ترد على كل فكره والدتها بتفكر فيها، فبتنبهر والدتها بيها جدا. وبتعرف لولي ان والدتها معجبه بلويس جارهم وبيضحكوا سوا. وبعدها بيجي اصحاب لولي عشان يروحوا الماتش بتاع جوليو، وبيفضلوا يشجعوه بكل حماس وهم مبسوطين. وبيلعب جوليو كويس جدا وهو حاسس بدعم اصحابه من حواليه، وبيكسب الفريق الماتش بفضل جوليو اللي قدر يكتسب ثقته في نفسه ويلعب باحترافيه قدام الجمهور. وفي تاني يوم بتنجح عمليه اوسكار، وبيشوفوا دييجو ولولي وابنه معاه وبيكونوا مبسوطين انهم قدروا يصلحوا العلاقه بينهم. بيقول لولي لدييجو انه هيبقى دكتور شاطر، وفجاه بيتعب دييجو جدا وبيقول لها انه حاسس ان عنده ضيق تنفس. وفجاه بيفتكر كل اللي حصل زي اليوم اللي انفصل فيه عن لولي وانها السبب في دخوله المستشفى، وبيفتكر اليوم اللي اتعرض فيه لصدمه الموجات المغناطيسيه في اوضه الرنين، وبيتصدم في لولي وبيقول لها ان كل ده كانت بتكذب عليه وبيغمى عليه. وبتتخض لولي جدا وبتنادي على الدكاتره، وبتيجي باولا وباقي الدكاتره عشان يكشفوا عليه ويعرفوا سبب الاغماء. وفجاه بتفتكر لولي ان دييجو قال لها انه عنده ضيق تنفس، فبتفهم ان عنده مشكله في الرئه، وبتقول لباولا انه محتاج يعمل عمليه لانه عنده انسداد في الرئه. وبتكشف باولا عليه وبتعرف انه فعلا عنده جلطه في الرئه، وبيعملوا العمليه وبيقدروا ينقذوه بفضل لولي. وبيفوق دييجو من العمليه وبيلاقي لولي وباولا ووالده جنبه واللي بيكون قلقان عليه جدا. وبيفرح دييجو اللي بيحس لاول مره ان والده بيحبه فعلا. وبتشكر باولا لولي لانها السبب في انقاذ دييجو، فبتقول لها لولي انها ما عملتش حاجه وان هي اللي احسن جراحه في العالم. وبيشكر والد دييجو باولا على الرغم من انه كان بيشكك في قدراتها الا انها هي اللي انقذت حياه ابنه الوحيد. وبتخرج باولا مع والد دييجو وبيسال دييجو لولي عن نوع المساعده اللي قدمتها له، فبتقول له لولي انها سمعت له زي ما كان دايما بيقول لها. وبعد فتره بيتخرج دييجو ولولي من الكليه، وبتقول له لولي انه هيبقى اشطر جراح في العالم لانها قررت ما تبقاش جراحه. وبتحكي لولي انها عرفت هي عايزه ايه بالظبط، واكتشفت ان كل اللي فات علمها يعني ايه تسمع للناس كويس